الخالق الجليل بدأ الخلق بالعرش. العرش ده أكبر من أي حاجة ممكن نتخيلها. في جزء صغير منه وهو الكرسي. الكرسي ده بالنسبة للعرش زي خاتم صغير أو حلقة صغيرة مرمية في صحراء كبيرة. أما الكرسي فشمل السماوات والأرض، حاجة كبيرة جدا الله أكبر وقادر عليها. ربنا عز وجل خلق العرش وحطه على المية، وده كان أول خلق ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا خلق القلم وقال له اكتب، فالقلم سأل ربنا وقال له اكتب ايه بالظبط، فربنا عز وجل قال له اكتب اللي هيحصل لحد يوم القيامة، فاتكتب كل حاجة في اللوح المحفوظ. ربنا عز وجل خلق العرش والمية وبعدهم القلم، والقلم كتب كل حاجة في اللوح المحفوظ. وبعدها ب50,000 سنة أمر الله خلق السماوات والأرض، وبدأ الخلق في 6 أيام. الأرض والسماء كانوا ملتصقين في بعض، وبعد كده انفصلوا عن بعض. ربنا سبحانه وتعالى قال فيما معناه إنه إزاي تكفروا باللي خلق الأرض في يومين وتحطوا ليه أنداد، أي تشركوا مع الله في عبادته شيء آخر. ربنا عز وجل اللي خلق الأرض وجعل فيها رواسي. السماء والأرض كانوا ملتصقين وانفصلوا بعد كده بأمر ربنا عز وجل. السماء اتقسمت ل7 طبقات، والأرض برضه 7 طبقات. ربنا عز وجل قال في القرآن: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. البخار بقى اللي طلع من المية بعد فصل السماوات والأرض كان مخلوق عظيم ما نقدرش ندركه. البخار ده كده كان زي الدخان، ومن الدخان ده اتخلقت السماوات. وربنا عز وجل أمر السماوات والأرض آتية طوعا أو كرها، فردوا على ربنا عز وجل وقالوا أتينا طائعين. ودي كانت بداية الخلق زي ما القرآن حكاها. الأرض الجميلة اللي احنا عايشين عليها دي عمرها الحقيقي الله أعلم بيه، وبرضه مين اللي كان عايش عليها الله أعلم. لكن نعرف بعد فترة ربنا عز وجل خلق مخلوقات من النار، وكان اسمهم الجن، واتخلقوا من نار السموم. اتخلقوا من لهب بلا دخان. الجن كان ليهم تشريعات حلال وحرام، بس نشروا الفساد في الأرض وكمان سفكوا الدماء. وربنا عز وجل كان بيرسل ليهم ملائكة تعاقبهم، وكان فيهم واحد اسمه إبليس كان من الجن، لكنه وصل لرتبة كبيرة جدا في العبادة والعلم، لدرجة إن ربنا عز وجل رفعه مع الملائكة، وكان بيحارب المفسدين من الجن. كان بيحاربهم بجوار الملائكة. الجن دول كان في منهم الصالح وكان في منهم برضه الطالح، لكن إبليس عاش فترة طويلة مع الملائكة لحد ما جه اليوم اللي ربنا أمر فيه بحاجة جديدة. ربنا جمع الملائكة الكرام وأخبرهم إن هو هيخلق مخلوق عظيم وجديد جيل بعد جيل. ولو مهتم دوس هنا هتشوف فيديو جديد من ترشيحي.